يا صباح الفل، يا صباح الغردقة عليكم. أنا رامي كامل يا جماعة، قهوتك وركز معايا. الممشى السياحي واحد من التقسيمات الرايقه قوي اللي في الغردقه، اللي كل الناس اللي عايز ينزل يتمشى بينزل على الممشى السياحي ده، اللي فيه الكلوبات والبارات والنايت لايف والريستورانتس. بيجوا اصلا الغردقه عشان الحاجات دي. انت فاهمها خلبوس انت، انا عارفك. مش انا مش بهزز. هو ما فيهوش عماير او مشاريع كتير، باجد باوتيلات. اول حاجه موجوده في الممشى قريه الخليجيه دي فيلا وسبلانادا. خش بعد كده على مشروع صغير اسمه الاندلس، بعديه عدن بيتش عباره عن تقسيم فيلل، واخر واحد في الممشى سمرة باي بقى جرافيتي، جزء ريزيدنشال وجزء اوتيل. في طبعا حاجات لسه بتطلع، مفيش اي مشاريع تانية على البحر على الممشى غير دول. وطبعا جزء من الممشى يا جماعه المركز السياحي، الحته اللي على البحر والحته اللي ماسكه من الممشى والكوثر دي عباره عن فيلل قديمه بس هي رايقه، والمركز السياحي اللي على البحر اللي هو شقق قديمه برضه بس هم بيجددوا فيها. هو ده الممشى. لو عندك اي سؤال ابعت لي في الكومنتات وانا هرد عليك. باي يا صديقي.